السعر الغسيل هني 150. مجموعة من شركة مجموعة العرائض الدولية للتجارة والعمل والمقاولات. واحد فؤاد سيد عبد الرحمن سيد يوسف الرفاعي 168 العقار السابق. جزاكم الله بالخير. طبعا شفتوا اللي نقلته بالمزاد والاسعار اللي قاعد تنباع الى حد الان اسعار جدا مناسبه، لكن هم اذا 183 ارض، اذا على كل ارض يزايدون تقريبا 3 دقائق انا راح اظل موجود 500 دقيقه، فما راح اسوي. بس للحين ما في ولا ارض ما انباعت بالمزاد، تقريبا كل مزاد قاعد ينباع، وننتظر النتائج اخر المزاد ان شاء الله. طبعا تو خلص المزاد، ونفس ما شفتوا ان الاسعار مناسبه حق السكانه، الله يوفقهم والله يبارك حق اللي شرى، ولكن للحين في موضوع لازم نتاكد منه، هل اللي شروا او اللي رسى عليهم المزاد راح يستلمون وثائقهم مبكر او لا؟ هذا سؤال جدا مهم. بعدين في شغله الحين هاليومين ثلاثه او اسبوع لازم نعرف شنو يستغل السوق عليه، ما يصير يدقون علي الناس والله نبي ارض ب 150,000. لا يا جماعه مو كذي. الحين باعوا اراضي بالمزاد على 150,000 وهذه شغله وايد زينه والله يبارك لهم وعكس ما توقعت، والحمد لله انه صار هالشيء. لكن يا جماعه هذا مزاد وزاره العدل، ما يصير اول ما يخلص المزاد تي سوق تدور نفس السعر، هذا شيء شبه مستحيل. كان في احتماليه، ما ادري شنو مدى الاحتماليه هذه، انه يوصل سعر الى 150، ما راح يوصل اليوم ولا باكر ولا بعد اسبوع. افترض ان فعلا المزاد مؤثر والسعر راح ينزل، منو راح يبيع؟ منو راح يعرض الارض؟ الا الناس اللي شاريه من 10 سنوات يمكن. يعني ما راح نقدر نحلل الوضع مباشره اليوم، هذه اسعار مزاد وهذه اسعار سوق. فاذا في رده فعل تقول ان اللي شافوا اسعار المزاد يسحبون اراضيهم، ولكن لازم نرجع الى نقطه اساسيه وملاحظه، ان اللي كانوا مشاركين 92 شخص في المزاد وعدد الاراضي 183. كنا متوقعين ان مو كل الاراضي راح تنباع، وهذا شيء زين ان الاراضي كلها تنباع بحيث انه يبلغ السوق الى مكان استقرار. تكون هذه النقطة هي المتسبب الرئيسي في حركة السوق، لأن الناس من قبل المزاد كانوا الناس كلهم ناطرين مزاد بفطيرة وش اللي راح يصير فيه. إذا إحنا لما نقارن ما بين أسعار المزاد وأسعار السوق الحالية غالبا ما تفرق، أكيد إنها راح تفرق لأن هذا مزاد وفي وزارة العدل كذا. إذا أظن أن هناك تأثير مباشر على هذا المزاد من قبل الأطراف المتنازعة أو التجار في السوق اللي تهمهم أراضي بفطيرة. إذا هو ما عنده مشكلة يشتري كل الأراضي بالأسعار اللي موجودة أو أكثر من الأسعار الموجودة كون السيولة موجودة، ولكن راح يرد يبيع لك إياها بأسعار أغلى. كنت أتمنى ولا زلت أتمنى أن هذا المزاد يحقق نزول بالسوق، ولكن المؤشرات أعطتنا أن هذه مسرحية من المسرحيات اللي صارت، وأن الحلقة الأقوى كالمعتاد تاريخيا بالنسبة حق المزاد هو المستثمرين وأصحاب الرؤوس الأموال الكبيرة. فشلون راح يصير بالسوق؟ اليوم أنت شفت وأنا شفت أن المزاد ما ظلت فيه ولا أرض. إذا وين اللي يقول إنه ما في سيولة وما في ناس قاعد تدفع وما في ناس قاعد تشتري؟ فإذا الآمال اللي كانت عندنا بنزول السوق شبه تلاشت، وهي اليوم تحت رحمة العوامل الاقتصادية وسعر الفائدة. الحين نقدر نتابع السوق خلال الفترة الجاية، ما أعتقد أن هناك نزول مفاجئ، ولكن راح يصير النزول تدريجي نفس ما ذكرت لكم من قبل. بفطيرة أو المزاد الكبير أو الإعلامية اللي صارت عليه كانت مؤثرة نفسيا على المتوجهين للسوق. في مزاد ما راح تدش السوق. إذا الحين القلق والعامل النفسي اللي كان موجود خلاص انتهى. الحين في عامل السوق والعوامل الاقتصادية اللي تأثر على انخفاض وصعود الأسعار.
اتوقع لهني انا غطيت الموضوع من كذا جانب. اذا عندك اي سؤال او استفسار انا حاضر، وبس تكفى خلاص سوالف الدواوين ما ابي اسمع. يعني ما يصير اليوم الاربعاء تدش ديوانيه السلام عليكم ترى راضي بفطيره وصلت 150 اللي يبي يا جماعه عندي، لا هذه الحركات ما نبيها. في مختصين، في خبراء عقاريين، في مقيمين عقاريين يقدرون يدرسون لك الموضوع، يقدرون يشوفون شنو سعر السوق اليوم، او يبغى اذا ما عندك احد تسالني وبس. والله انا على كذي خلصت. اللي شرى الله يبارك له وان شاء الله يستلم وثيقته مبكر. واذا عندكم اي سؤال انا حاضر. السلام عليكم.